He tried to suck. He tried. No, 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 no. Hola chicos, hoy vengo a denunciar una agresión. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. فيديو انتشر كالنار في الهشيم. سائح إسباني يقرر عدم الصمت ما الذي حدث فعلا داخل أحد أشهر صالونات التدليك في عاصمة سوس أكادير. وهل تحولت مراكز الاسترخاء إلى بؤر لممارسات غير أخلاقية؟ تابعوا معنا التفاصيل الصادمة. البداية كانت بمقطع فيديو وثقه سائحان يحملان الجنسية الإسبانية، حيث ظهرا وهما في حالة من الاستياء الشديد. السائح الإسباني لم يكتفي بالشكوى الشفهية، بل قام بتوثيق ممارسات وصفها بغير أخلاقية قامت بها إحدى العاملات داخل المركز. السائح أكد أن ما تعرض له هو خروج سافر عن الآداب العامة، وهو ما دفعهما للتوجه فورا إلى المصالح الأمنية لتقديم شكاية رسمية. المصالح الأمنية بأكادير تفاعلت بسرعة مع الشكاية وفتحت تحقيقا معمقا للوقوف على ملابسات هذه الواقعة. المعلومات تشير إلى أن هذه المراكز تخضع لدفتر تحملات صارم، وأي تجاوز لمقتضياته قد يتعرض صاحبه للمساءلة القانونية التي تصل إلى حد الإغلاق النهائي وسحب الرخص. هذه الحادثة تأتي في وقت تعيش فيه مدينة أكادير طفرة سياحية كبرى، مما يجعل مثل هذه التصرفات الفردية تشكل طعنة في ظهر الجهود المبذولة لتسويق المغرب كوجهة سياحية آمنة وعائلية. فبينما تقدم أغلب مراكز التدليك خدمات رفيعة المستوى، تظهر بين الحين والآخر حالة معزولة تسيء للقطاع بأكمله. الشاب ذكر في الفيديو الذي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الفتاة لمسته في أماكن حساسة دون رغبته. في البداية ظن بأن الأمر عادي، لكنه استوعب بأنه يتعرض لحالة تحرش، وحسب تعبيره أنها أول تجربة له، مما جعله في حالة من الريبة والشك قبل أن يكتشف ويستوعب ما حدث فعلا. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.